مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم معانا مع رشا الجيار في برنامج شوكه وسكينه. النهارده هنعمل اكله ان شاء الله تعجبكم. امبارح طبعا احنا عملنا الجمبري، فاحنا مش عاوزين بقى نزعل حد ونقول احنا بنعمل جمبري والاسعار والكلام ده. احنا النهارده هنعمل بولتي اللي هو في متناول الكل. المفروض النهارده كنا هنعمل دنيس، بس بصراحه انا قلت دنيس يا جماعه، امبارح جمبري والنهارده دنيس وكده كتير على الناس. خلينا النهارده في البولتي علشان انا واحده من الناس بموت في البولتي وكل الناس بتحب البولتي، فان شاء الله هنعمله فهيعجبكم. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا 2 سمكه بولتي، نص كيلو بطاطس نص سوا، عندنا فلفل الوان، بصل، بابريكا، كمون، بهارات سمك، توم، فلفل اخضر، عصير ليمون، شويه مرقه. طبعا البقدونس والشبت دول اساسيين مع السمك بتاعنا. تمام، نقول تاني يلا بينا. 2 سمكه بولتي، نص كيلو بطاطس نص سوا، فلفل الوان، فلفل اخضر، توم، كمون، بهارات سمك، بابريكا، بصل، بقدونس وشبت وشويه مرقه. بهارات السمك بهارات سمك يا جماعه، بهارات اللحمه بهارات لحمه. يلا نبتدي نشتغل مع بعض. الاول نلبس الجوانتي بتاعنا. طبعا احنا النهارده هنعمل 3 طرق للسمك البلطي، طبعا في طرق اكتر من كده، فاحنا المره دي هنعمل 3 وان شاء الله بعد كده هنعمل لكم حلقه في البلطي نفسه يعني. نلبس كده معانا جوانتيات بس عشان الهايجين. احنا اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل التتبيله بتاعتنا الاول. ناخد فلفل اخضر، ناخد الثوم، ثانيه واحده، ناخد الثوم معانا كده، ناخد شويه عصير ليمون او خل صغيرين، اي حاجه حمضيه، شويه كمون، بهارات السمك، البابريكا ما ننساهاش، ممكن نحط ايه عودين بقدونس صغيرين معانا مع الورق بتاعنا كده. ممكن كمان معلش عشان الموضوع يبقى لذيذ نحط شويه زيت زيتون. طبعا زيت عادي، زيت زيتون اللي انتوا عاوزينه، بس هي ماده دهنيه علشان تلين الموضوع شويه. بس كده نعمل نطلع كده معانا، نفرمها واحده كمان. طبعا انا هقول لكم مره تانية هنعمل التتبيله بطريقه مختلفه. هنعملها ازاي التتبيله؟ احنا عندنا بدل ما بنحط الفلفل والكمون والثوم وكده واحنا بنقلي، ممكن الحاجات دي تنزل مننا، ودي طبعا التتبيله المعروفه. المره الجايه انا هعمل لكم حاجه اسمها زبده الثوم، هتبقى بالخل وباللبن او كريمه لباني وثوم، هنعملها ودي على طول هتبقى معانا في البيت، هنستعملها مع السمك المقلي. بس احنا النهارده ايه ما لحقناش نعملها، فهنعملها ان شاء الله المره الجايه اعملها لكم على الهواء. طب شفت بقى حضرتك ما تعرفهاش انا هقولها لك المره الجايه. تمام كده، ده السمك بتاعنا. نحط الاول، نحط فيه نحشيه كويس. سمكه ايه زغلول؟ عاوز سمكه ولا ايه؟ اهيت، واحنا بنحشيها نحشيها كويس. طبعا نحط في الشرايح اللي احنا شرحناها دي معانا تجزيز او تشريح، يعني احنا بنجززها او بنشرحها.
كده. عندنا نحط برضو في الراس بتاعتها اهيت، احط شويه كمان هنا. لازم كلها تاخد من التتبيله كده. شوف عندنا السمكه بتاعتنا اتبلت كويس اهيت. تمام. نشوف السمكه متبله زي الفل عندنا اهيت كده. تمام. نعمل ايه بقى؟ نجيب الصينيه بتاعتنا، نجيب صينيه بايركس، نحط فيها البطاطس. طبعا البطاطس احنا بنعملها نص سوا علشان خاطر ما تاخدش وقت، لان السمك اصلا ما بياخدش وقت في الفرن. ونحط البصل كده، بصل اهوت كويس. نعمل كده من بعض. ادي كده. نحط الفلفل الالوان. الو احمد، ازيك؟ محمد مش احمد. اهلا يا محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. المدام والله بتشكر فيكي وبتحبك قوي لدرجه ان انا بغير منها. لا والله. بغير منك علشان هي بتحبك قوي. اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بالمدام بتاعت حضرتك. طيب والله فايته السي فود هي عملتها حلوه قوي. عايزين تعرفينا حاجتين. اولا المرقه اللي هنحطها النهارده دي مرقه ايه؟ دي مرقه سمك. مرقه سمك يعني في مرقه سمك بتتباع. في مرقه طيب سمك وفي مرقه فراخ وفي مرقه لحمه. وعايزينك تعملي لنا بقى كفته السمك بعد كده. خلاص عينيا، اعمل لكم حاضر كفته السمك. انت تأمرني. الله يخليك. منورتنا وسلم لي على المدام كتير. ويوصل ان شاء الله. شرفت. انت منوره الشاشه لوحدك يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ميرسي. شكرا ليه، واهلا وسهلا بيك انت والمدام، وهنستناكم طبعا مره معانا تانية على التليفون. هنعمل لهم كفته السمك ان شاء الله مره جايه. كده احنا بنتبل البطاطس. احنا لما بنتبل البطاطس بتاعتنا ما بتاخدش زفاره، يعني طالما حطينا البطاطس بصل وهنحط توم وكده، ديت ما بتشربش زفاره خالص. وطبعا لو حطينا ملح او حاجه، البطاطس يا جماعه بتشرب الملح، ما بتطلعش الحاجه مملحه زي اي حاجه تانية، لا بتشرب على طول ملح، مش زي اي خضار تاني. كده هنقوم جايبين السمك بتاعنا. بصوا بقى، نحط السمك ونحط عليه بطاطس. ادي كده السمك. دي فلفلايه معاها. نحط بقى شويه مرقه. طبعا دي خفيفه يا جماعه جدا، اللي عاوز يعملها ياكلها مثلا في البيت عنده ومش عاوز يتقل في الاكل ولا يقلي ولا كده، المشوي والصينيه دي بزيت الزيتون زي الفل وخفيفه جدا. نحط زيت زيتون كده. تمام. نحط عود شبات معاها، بقدونس ودي شبت. ندي ايه منظر كده علشان لما تطلع من الفرن. احنا كده تمام. حطينا شويه كمان. اوبا. دي كده الصينيه بتاعتنا. كده تمام. كده اظن الصينيه سهله جدا ومش واخده اي وقت مننا. احنا هنحطها في الفرن 10 دقايق ربع ساعه، مش هتاخد وقت ان شاء الله، وهتاكلوها بالهنا والشفا. ندخلها الفرن ونروح فاصل ونرجع لكم تاني. استنونا. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني مع السمك البلطي. هنعمل تاني طريقه لينا في السمك البلطي. هنعملها بقى ايه؟ صياديه بتاعه الناس الاسكندرانيه. يعني انا اصحابي اسكندرانيه وطبعا هيزعلوا قوي لو غلطت، فان شاء الله احنا مش هنغلط وهنعمل لهم ايه زي الطريقه بتاعتهم بالظبط.
اول حاجه نقول المقادير الاول قبل ما نشتغل. 2 سمك بلطي، كوبايه عصير طماطم، فلفل الوان، شرايح طماطم ممكن طماطمتين، بصلايه كبيره برضو ترانشات، فلفل اخضر، خل، كمون، بهارات سمك، ثوم، بابريكا، صلصه، شرايح ليمون. نقول مقادير تاني؟ يلا. سمكتين بلطي، كوبايه ونص عصير طماطم، شرايح فلفل الوان، فلفل اخضر الاثنين موجودين، شرايح طماطم، بابريكا، ثوم، بهارات سمك، كمون، صلصه، شرايح بصل، خل، شرايح ليمون، شرايح فلفل. نعيد تاني، احنا كده هيبقى 3 مرات والله. تمام. اللي بيفرق الصياديه بتاعتنا عن صياديه الاسكندرانيه ان هم لازم يحطوا فيها خل، وبيقلوا فلفل يحطوها معاه شرايح فلفل مثلا شطيطه اللي عاوز، او الفلفل الاخضر. هنقول تاني المقادير علشان خاطر الناس ما تزعلش. نحط 2 سمك بلطي، عصير طماطم، فلفل الوان، فلفل اخضر، شرايح طماطم، بابريكا، ثوم، كمون، صلصه، شرايح ليمون، الخل ما ننساهوش، وبصل. يلا نشتغل ولا نعمل ايه؟ يلا بينا. برضو نفس الكبه اللي احنا عملنا فيها التتبيله بتاعت المره اللي فاتت، لان طبعا التتبيله واحده يعني ما بتختلفش. هنحط برضو شرايح الفلفل اهي كده علشان نتبل السمكتين بتوعنا. طبعا الثوم ما ننساهوش، ده اهم حاجه. تمام. نحط الثوم، نحط شويه خل صغيرين. الو، مساء الخير هاني. ايوه مساء النور. مساء الخير، ازيك؟ تمام الحمد لله. انا معجب بالاكل وطريقه العمايل اللي انت بتعمليها، بتعملي بهدوء كده وبتحاولي تقدمي نفس الاكلات اللي احنا متعودين عليها بس بطريقه يعني تفتح النفس صراحه يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، وميرسي جدا لحضرتك. ميرسي. هو بس ليا استفسار، هو بالنسبه للسمك البلطي هو انت بتعملي الطريقه الصحيه اوكي اللي هي مشوي والكلام ده كله، بس انا عايز مره كده تورينا طريقه عمل ازاي نقليه ويبقى كريسبي ومش شارد زيت زي يعني كل ما بنعمله او اتعزم بره يبقى ده هو ده الطعم اللي انا عايزه، اجي اعمله انا في البيت مثلا او حد يعمله لي يبقى شارد زيت وطعمه مش حلو. احنا هنعمله النهارده، هعمل لك طريقه حلوه قوي، خليك معانا وهتشوف النهارده طريقه السمك المقلي، وان شاء الله هيعجبك ومش هيبقى شارب زيت، وهيبقى ناشف، واحده ناشفه واحده طريه، وهيبقى زي الفل، وان شاء الله هيعجبك. وميرسي لحضرتك جدا. ميرسي، شرفتنا. نضرب التتبيله مع بعض. كده تمام، ضربنا التتبيله زي الفل. نجيب السمك، نجيب الطبق كله عشان نتبل فيه. نجيب السمك بتاعنا كده. طبعا انا حطيت كزبره وحطيت فلفل شطيطه معايا، تمام، علشان انا بحب بصراحه الحاجه مشطشطه شويه. ناخد بس ايه الملح عشان نحط الملح ما ننساهوش. ايه رايكم نبص على الفرن كده نشوف الحاجه بتاعتنا شكلها ايه؟ بدات تاخد اللون اهوت والالوان. ايه رايكم؟ هي بس شويه وان شاء الله يعني عقبال ما نخلص هتبقى زي الفل. نكمل احنا. ادي حطينا الملح. نتبل بقى السمكه بتاعتنا عادي جدا. احنا ممكن نعمل ايه كمان؟ احنا ممكن نحط في السمك معلقه مستردة في التتبيله، برضو بتبقى كويسه قوي لو حد بيحب المستردة. بس هقطعها حالا برضو شرايح صغيره عشان احنا هنقليها. طبعا السمك الصياديه احنا بنقليه نص قليه كده. نحط برضو في
التشريح او التحزيز اللي احنا عملناه، عشان في ناس ما بتحبش كلمه التشريح يا جماعه، نحس ان احنا في العمليات. تمام، خليها تحزيز بلاش تشريح. نحط في الراس التتبيله برضو لازم اهوت معانا السمك، ليمون وخل وثوم وفلفل شطيطه، يبقى احلى تتبيله. وطبعا ما ننساش الفلفل القرون علشان انا بحب السبايس، عشان اما اجي ادوق معاكم يبقى الدنيا شكلها حلو واعرف اكل كده. ده انا عاوزه بس صينيه فيها دقيق، معلش يا شباب ممكن صينيه فيها دقيق علشان نقلي السمك نص قليه. هدفع لك اللي انت عاوزه يا استاذ احمد، اللي انت عاوزه، بس نجيب الحاجه بسرعه. نحط نقفل دي صينيه فيها دقيق، ننضف بس حوالينا عشان مش عاوزين حد يقول علينا ان احنا مش منظمين. احنا لغايه ما الصينيه تيجي هنقطع الفلفل هو شرايح، هنعمله بس كده 2 تمام علشان يبقى في الصينيه حلو شويه كده. طبعا الفلفل الاصفر والفلفل الالوان فيهم قيمه غذائيه عاليه جدا، احنا مش بنحتاج كتير، يعني احنا لو خدنا نص فلفلايه من هنا ونص فلفلايه من هنا زي الفل. بس ادي كده تمام، نعمله نقطعه صغير شويه علشان نبدا نعمل الخلطه بتاعتنا. اوكي، نحط البصل نعمله كده. ميرسي ميرسي على الدقيقة يا شباب، ميرسي. 2 جنيه مش 75 قرش. 2 جنيه بقى علشان احنا النهارده بنعمل اكل الاسكندراني. نقلي بقى السمك، بصوا بقى كده، نعمل الراس. بص لازم نخبط عليه كده شويه علشان الدقيق يقع ما يبقاش في الزيت كتير. تمام، احنا ما بنحط الدقيق كده نخبط عليه، نطلع منه البودر بتاعه كده علشان لما يبقى في الزيت ما يبقاش وحش كده. الزيت بتاعنا ممكن بقى نحط شويه دقيق صغيرين. بصوا عمل ازاي. نقلي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط التاني ادي كده، مش هياخد ان شاء الله معانا وقت. نبقى نوطي ايدنا واحنا بننزل الزيت علشان خاطر ما نضطرش ان احنا نتلسع او حاجه. نقلع بس ده كده. احنا هنقطع البصل بقى بسرعه بتاعنا اهوت. نحط شويه زيت في الطاسه، ده زيت عادي. الو ناني، مساء الخير. ايوه مساء النور. مساء الخير يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي. اولا تسلم ايديكي على اللي بتقدميه كله، ربنا يخليكي. الحاجات الجميله واكل الجميل. بس يا ريت تقدمي برضو الصياديه البورسعيدي لانها حلوه، تعرفي الناس عليها لان نص اهل بورسعيديه. لا اهلا بشعب بورسعيد كله. النص بس. وحضرتك كمان في معلومه عايزه اقولها للناس اللي بتحب السمك المقرمش. يقلوا السمك بدقيق ذره وممكن يحطوه بالدقيق العادي برضو، بس يحطوه في ميه ساقعه، وبعد ما يبدروه الاول بالدقيق يحطوه في ميه ساقعه، وبعد كده يرجعوا يحطوه في قلب الزيت. ايه المعلومات الجامده دي. الجلد مقرمش. وتسلم ايديك على اللي بتعمليه، ويا ريت تعملي لنا برجر الجمبري. برجر الجمبري عينيا، هعمل له حضرتك مره. احنا الطلب مننا. شكرا. البكلاويز في بورسعيد اخباره ايه طيب؟ والله ما اعرفش. انا ما اعرفش يعني، انا بس اما اروح هبقى اقول لك ان شاء الله. لا بس معلومات حضرتك طبعا هتفيدنا جدا، وميرسي جدا لحضرتك، وهنستنى اتصالك تاني. اهلا وسهلا بيكي. احنا نقلب كده البصل بتاعنا اهوت يدبل، بعدين نحط الثوم. لا ثواني معايا، ادي كده. نحط الفلفل بتاعنا، فلفل. بصوا بقى
فلفل طبعا الالوان اولا بيدي شكل حلو، الاصفر والاحمر والاخضر والحاجات اللي احنا بنعملها دي، علشان برضو واحنا بناكل يبقى الاكل شكله جميل. ونقلب ادي كده، ادي كده هنيك. نحط بقى الثوم. ما ننساش في الصياديه احنا قلنا ايه؟ قلنا الخل علشان الناس ما تزعلش مننا. اهو. الو محمد. ايوه ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ منوره الدنيا والله. ربنا يخليك، امرني. بجد والله الشاشه كلها منوره. عايزين بقى ناكل اكل شعبي، يعني اكل الجميل، عايزين ناكل اكل شعبي. طب البولتي ايه؟ طب اخباره مش شعبي البولتي ولا ايه؟ لا لا لا، احنا عايزين فول صياديه، الحاجات اللي هي عاوز ايه الحلوه حضرتك؟ بتاعت زمان دي. قول لي عاوز ايه؟ فول صياديه. طبعا نعمل لك الفول الصياديه، بس كده احنا هنعمل ان شاء الله اكله نعمل فيها بيض وفول صياديه وفول بالزبده وفول بالكمون. احنا رمضان داخل علينا وكل الناس هتاكل لحمه وفراخ وسمك وهيزهقوا، فاكيد لازم نعمل الاكله ديت في يوم. كده احنا حطينا. الو محمد. الو معاكي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. امرني يا فندم. ممكن اسال الشيخ سؤال لو سمحتي؟ امرني. انا الشيف معاك. انا الشيف معاك، اتفضل. مش في برنامج على الهوا دلوقتي ولا مفيش؟ في حضرتك، احنا على الهوا دلوقتي حضرتك، احنا على الهوا، اتفضل قول. الو. طيب يا جماعه محمد ان شاء الله يتصل بينا تاني نرد عليه. احنا بنقلب، احنا كده بنقلب السمك اهوت نص قليه وهنطلع على طول. ادي كده، نسيب دي ثانيه واحده، نقطع بس شويه شبت وبقدونس ثانيه واحده ونطلع الفاصل، بس ثانيه واحده ثانيه واحده. هدفع انا بقطع الحاجه بسرعه اهوت. ادي كده بسرعه علشان نحط الشبت والبقدونس في الصينيه بتاعتنا كده. ونقلب تاني. بصوا بقى ريحه الكمون والخل الاسكندرانيه يا جماعه اهوت. الخل اهو علشان احنا بننفذ التعليمات اهو. تحفه. ثانيه تتسبك بس ثواني. هنطلع السمك. يلا نعمل طبق هنطلع فيه السمك بتاعنا عشان احنا مش عاوزينه يتقلى جامد، لسه المقلي جامد، هنطلعه بس شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا. ادي كده. نطلع الثانيه. بصوا طبعا هي طريه علشان احنا ما سيبناهاش في الزيت تكمل، عشان احنا عاوزينها كده. ادي كده الثانيه. نجيب. طيب احنا اهوت هنحط بس السمك في الصينيه وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده السمك هنحط ده كده اهو. تمام. ادي كده السمك، وهنحط السمك بتاعنا المقلي نص قليه. وهنحطه في الفرن ونرجع لكم. ويلا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني معانا مع طرق السمك البلطي المختلفة. عملنا سمك صينية بالبطاطس وطبعا عملنا سمك صيادية بتاع الاسكندرانية. عملنا فين؟ طيب شفتوا الشكل بقى فظيع. هنعمل دلوقتي السمك المقلي العادي بتاعنا.
هنعمله بالخل والثوم وهنقليه وهيبقى حلو قوي. ابص على حاجتي كده، نبص عليها. واو، بصوا بقى فظيع. افتح. طيب اهو كده. لسه شويه، لسه شويه. طيب احنا هنا بنعمل ايه؟ نفس الكبه بتاعتنا، الثوم والفلفل، وهنضرب معانا الكمون والبابريكا. طبعا احنا هنقول المقادير وهي مقادير سهله. البلطي سمكتين او على حسب طبعا العيله قد ايه، سمكتين 3 10 انتوا براحتكم ربنا يزيد. الكمون والملح والثوم والفلفل والخل والليمون والمستردة بقى هنحطها في التتبيله ديت علشان برضو نبقى دقنا كل التتبيلات بتاعه السمك المشوي. نحط شويه الخل اهوت ونضرب معانا بس، نضرب كده. كده التتبيله بقى بتاعتنا. نجيب السمك، طبعا احنا برضو نحط شويه ملح، نحط كده الزيت بتاعنا علشان يسخن عشان ما ياخدش وقت معانا. نحط الملح، نجيب نمسح ده، معلش ما بحبش حاجه تبقى قدامي مش نظيفه. الشيف لازم يبقى نظيف في حاجته. نحط كده التتبيله بتاعتنا. بصوا بقى اللون، احنا هنجيب معلش المستردة نحطها معاها علشان اهي هنكمل عليها ولا اي حاجه. طبعا ستات البيوت عادي ممكن ينسوا، يعني احنا برضو بننسى هنا زيكم بالظبط في البيت. احنا قلبناها ونحط نكمل التتبيله بتاعتنا. السمكه نحط في النخاشيش بتاعه الراس، نخاشيش اهي او خياشيم. نحط كده ادي. بصوا بقى احنا نفتح، احنا فاتحين السمكه ديت بصوا زي البيتزا اهيت، فاتحينها ازاي علشان هنقليها كده. الو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفوها دي؟ عجباكي الحاجه كويسه؟ ايوه طبعا. اهلا بيكي يا حبيبتي. انت تأمريني باي حاجه عاوزاها. الله يخليكي. عايزه بس اعرف طريقه السمك اللي هي البطاطس دي ما كنتش موجوده. طيب حاضر، نقولها لك حالا دلوقتي وهنقول لك المقادير بتاعتها. سمكه البطاطس بنجيب السمك البلطي برضو العادي اللي هو ده، وبنقوم حاطين بطاطستين نسلقهم نص سلقه، وفلفل الوان وبصل وثوم، ونخلطهم على بعض بملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون، لو في بهارات سمك نحط عليها تمام. وبعد كده بنقوم قلينها نص قليه وحاطين كل الخلطه دي في الصينيه مع شويه زيت زيتون، بتطلع زي الفل. بتحطيها في الفرن طبعا ربع ساعه. احنا هنحط السمك ده على النار. ميرسي لاتصالك. هنحط السمك اهوت، نخبط عليه اهو بضمير وذمه تمام كده. نروح نقليه. التاني بقى اهوت نقليه كده، هنفرده واحنا بنقليه. بص اهو، بص هنقليه كده دوت بيبقى خفيف شويه اهو كده. ده بيبقى بقى الناس اللي بتحب السمك ناشف ومقرمش، ده الناس اللي بتحب. انا هعمل لك والله يا احمد السمكه البيروتيه اللي انت نفسك فيها ديت. ادي كده
ننزل. واكلها ببيروت وعاوز تاكلها معايا، حاضر. ادي كده نلم الحاجه. الو ايمان. السلام عليكم يا شيف رشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي. انا اول مره اكلمك، بس انا صديقه البرنامج، الشيفات عارفيني بتوع الصبح وبعد الظهر. اهلا وسهلا بيك. اول مره اكلمك، انا بتكلم من السعوديه وبجد حاجاتك لذيذه جميله، وانا من عشاق السمك بكل انواعه يا شيف رشا. اهلا وسهلا يعني شوفي لو كل يوم اكل سمك ما ازهقش. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. الله يخليكي. تنورينا. منوره الشاشه. وعايزه اقول لك على حاجه يا شيف رشا، انت شكلك وملامحك بالظبط زي الفنانه لقاء الخميس. حد كده؟ طب المهم ان هو يعجبكم، ده اهم حاجه. لا والله انت زي العسل والله، يعني شيك في حاجتك وشيك في لبسك، بجد بجد انت متألقه جدا وليكي مستقبل رائع. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزه بقى طلب صغير، الله يخليكي، عارفه حضرتك لما بنشوي السمك، لما السمك بنشويه في دقه كده لما بنطلعه من الفرن بنحطها عليه، عارفه الدقه دي بتاعت بره؟ طبعا عارفاها. هقفل بقى حضرتك وتقولها لي بالتفصيل عشان معايا ورقه وقلم. خلاص اوكي ماشي تمام، نعمل كده. احنا الدقه ديت بتبقى فلفل شطيطه معاه فلفل اخضر، ويتضرب كويس قوي او يتقطع الاول وبعدين يتضرب، ونحط توم جامد جدا، نحط ليمون، ممكن نحط ليمونتين بقشرهم، تومتين بقشرهم، ونقوم دقينهم لو عندنا هون احسن طبعا من الكبه بقى، دي الدقات بتاعت زمان، ونقوم دقينهم كويس قوي بحيث ان الفلفل ما يبقاش مضروب، يبقى الفلفلايه فيها الرق بتاعها ده ومنزله الطعم بتاعها، ونحط خل ونحط ليمون كتير، ونحط شطه وملح، ونقوم جايبين شويه ميه سخنين ونقوم حاطينهم عليها ومقلبين كويس، والسمك المشوي ناخده نتبله فيه ونسيبه شويه علشان التتبيله تاكل فيه، وتاكليه بالهنا والشفا، وتتصلي تقولي لي ايه الاخبار. اهلا وسهلا بيكي في اي وقت. احنا كده السمك اولا هنطلع الاول الصينيه بتاعتنا. بصوا بقى يا شباب، عندنا هنطلع صينيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوفوا بقى وقولوا لي. بصوا الريحه، واو حلو قوي، والسمكه والبطاطس طبعا مستويه وفظيعه. نشوف الثانيه سنه كمان لغايه ما نحط الرز ونشوف السمك. نقلب بس السمك بتاعنا لسه شويه، ادي كده بس ثانيه واحده، لا لسه شويه صغيرين. هطلع الصينيه خلاص، وبعد كده نحط الرز يا جماعه اهوت. طبعا رز الصياديه البصل البني بتاعنا نعمله في الزيت ونعمله كويس قوي، ونحرقه يبقى بني، نحط عليه كمون، نحط عليه شطه، نحط عليه ملح، بعدين نسقط الرز عليه، هيبقى كده. طيب اطلع الصينيه، حاضر اطلع الصينيه بس. يلا يا جماعه نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ واو، ادي صينيه الصياديه. نعمل كده نشوف. نطلع السمك بتاعنا. ده طبعا الاحلى نسيبه شويه كمان، بس احنا هون ادي كده، دي نسيبها شويه. بصوا يا جماعه كده تمام. السمك بتاعنا اهوت. طبعا احنا السمك المقلي ده
نعمل توم في سنه زيت زيتون ونحط عليه خل ونحطه عليه كده. احنا النهارده قدمنا معاكم السمك بالبطاطس، وقدمنا سمك الصياديه ثانيه واحده اهوت. ماشي شكرا على اللسعه. وادي السمك المقلي، بس اللي عاوزه ناشف يسيبه طبعا شويه كمان علشان ينشف اكتر. وقدمنا سمك الصياديه، وقدمنا الرز، وقدمنا السمك المقلي. بس يا جماعه نعمل له الخل والثوم هيديله طعم احسن كتير. وانا هستنى تليفوناتكم طبعا تقولوا لي رايكم ايه في انواع البولتي، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في شوكه وسكينه. باي باي.